اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا رب، نسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايلكم فيديو جديد، فيديو روتين تنظيف بقى عميق كده للريسبشن والليفنج والفرش النهائي بتاع رمضان. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، كنست السجاده كويس قوي وعملت لها غسيل على الناشف بشامبو سجاد وميه والفرشه اللي هي بتاعه السجاد ده، بس كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده. وبعدين لميت السجاده بالشكل ده، طلعتها بقى البلكونه تنشف براحتها عبال ما اخلص باقي الليفنج. هنا بقى شلت كمان الترابيزه دي، طلعتها برا الاوضه اصلا خالص. جيت هنا بنات على الكنبه، هي فيها اتساخات بس مش باينه، يعني هنا ولادي اصلا كانوا مبهدلينها بقع. عارفين انتوا الاسبنشات اللي هي الخشنه شويه دي؟ برضو بالشامبو بتاع المفروشات ده وميه، وغسلت الركنه كويس قوي. هنا بقى بعد ما شلت الشلت شايفين المنظر. جبت الفرشه، عارفين انتوا الفرشه الصغنونه اللي بتيجي مع الجاروف دي؟ انا عندي واحده مخصصاها للركنه والانتريه. بدات ان انا اشيل بقى كل ده، انزل كل ده. الحقيقه ان المكنسه بتنجز، بس المكنسه بتاعتي حاليا بتتصلح، ف يعني قلت اتصرف بقى باللي عندي بالموجود. نضفت كويس قوي تحت الركنه بالشكل ده. بعدين حركت بقى الركنه من مكانها كده. انا الركنه بتاعتي بنات 3 قطع، فهي حرف يو، فاخدت قطعة قطعة بقى كده. شوفوا كمية الكراكيب اللي تحت الركنة دي كلها ألعاب أصلا من ولادي. جيت بقى هنا عند الحيطة اللي كانت عند القطعة دي من الركنة، عملتها. عارفين انتوا الملمعة بتاعة الأرض؟ ما كانش عندي الكفر بتاعها، فاتصرفت برضو حطيت فيها فوطة كده وشوية كولوركس ألوان بمية، ومسحت كل الحيطان بالشكل ده. وهنا برضو الشباك غسلته بالشكل ده. دي كان ستيكر عليه برضو، شلته ومسكته وغسلته كويس قوي. الحقيقه انا ما فكيتوش عشان ما عرفتش افكه عشان اغسله، بس انا نضفته كويس قوي. ما كانش مبهدل قوي يعني، بس برضو بيبقى فيه ترابه بسيطه كده عليه. بس كده جيت هنا عند الارض، آه، بس لمعتها كويس قوي بالشكل ده. دي المية دي ما كانش فيها غير كولوركس الوان وجنرال يا بنات بس. وكل بقى مكان كنت بلمع فيه ارجع الركنه تاني مكانها فيه. معلش ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات يا بنات، لان النت عندي مش احسن حاجه، فتاخرت عليكم في تنزيل الفيديو ده. هنا بقى كنت رجعت القطعه دي مكانها، وجيت عند القطعه التانية نفس الوضع برضو، كنست كويس قوي تحتها وسيقت تحتها بالشكل ده. ورجعتها تاني مكان. الحقيقه انا ما غسلتش الستاير لان الستاير دي لسه راكبه من قريب جدا، فما كانتش محتاجه انها تتغسل. جيت بقى عند الوحده بتاعه التلفزيون، ده بديل الرخام يا بنات، عادي بيتغسل جدا، بيتغسل عادي. مسكته برضو، ده كفر تاني للموب، مش نفس الكفر بتاع الارض، فلمعت بيه البديل الرخام ده. وهنا جيت على الارض دي بقى الاوضه بقى سيقتها كويس قوي. طلعت بره بقى على الريسبشن، ده الانتري، نفضته كويس قوي. شلت برضو الشلت ونفضته كويس قوي، رغم ان احنا محدش بيقعد اصلا هنا، بس لقيت برضو حاجات تحته تحت الشلت.
بس جيت عند السجادة هنا كنستها. الحقيقة نوعية السجاد ده اصلا مش بتنضف بالكنس ولا بالمكنسة ولا الكلام ده كله، فشيلتها بقى نفضتها تنفيضة كويسة كده. وبعد كده عملتها برضو غسيل على الناشف بشامبو سجاد زي ما انتم شايفين كده. لمتها ورحت بقى على البلكونه نفضتها. هنا بقى جيت عند الشباك بتاع الريسبشن، مسكته بقى غسلته كويس قوي. انا بغسل وبعدين يعني بنشف بفوطه وبلمع بفوطه تانية خالص. ده السلك. حقيقه ان الشبابيك دي مرهقه جدا في التنظيف بتاعها يا بنات. بصوا المجره بقى اللي هي بتبقى مكان اللي بيتجر عليها الشباك نفسه بتبقى فيها كميه تراب كتير جدا. طبعا كنت بغسل الفوطة وارجع انضف تاني، بس الفيديو عشان متسرع فمش باين لكم ان انا يعني بغسل الفوطة اصلا. انا بقطع منه كتير جدا. هنا بقى برضو مسكت يعني الشباك اتغسل من جوه ومن بره كويس قوي. جيت بقى هنا على الارض كنستها ولمعت برضو. يعني بدأت ان انا ايه عشان ما كركبش الدنيا اجر كرسي او كنبة واكنس تحته والمع وارجعه تاني مكان. وبرضو الحيطة اتعملت بس ما تصورتش يعني ما صورتهاش معاكم. انا بقى رجعت الكرسي تاني مكانه. هنا بقى بنات الشكل النهائي للريسبشن بعد الفرش الرمضاني بقى وبعد التنظيف العميق ده. السفرة برضو انا عملتها بس مصورتهاش معاكم. هنا اول حاجة البداية كده كانت من عند باب الشقة، دي الطرقة اللي بتدخل على الاوض. هنا دي الجزامة حطيت عليها فرع كده من زينة رمضان ومفرش برضو رمضاني كده، وحطيت الصينية بتاعة البخور والمبخرة والماسك اللي هناك ده المعطر، بس انا مش بسيبه هنا، ده مش مكانه اصلا. وبعدين الجزامة دي جنب الباب زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى الحقيقة ده الديب فريزر، هو ملوش مكان اصلا غير هنا، حطيت عليه مفرش بسيط كده وخلاص. وجيت هنا بقى السفرة، انا اللي عاملة الرنن ده يا بنات. انا جبت القماش ده وانا اللي عملت بقى الرنرات والحاجات دي كلها اللي هتشوفوها. عملت رانر بسيط كده وحطيته على السفرة، ورانر برضو زيه كده حطيته على البار. السفرة ما حطيتش عليها اي حاجة غير طبق فاكهة. البار حط عليه الفازة دي وحط عليه دي كده يعني بيتحط فيها تمر بس انا كنتش حطيته لسه وقتها. واللي هناك ده كتاب ديكور وعليه بقى ايه هلال ونجمة وفوانيس صغنونة كده. جينا بقى هنا عند الانتريه ما عملتش فيه اي حاجة غير المفرش ده حطيته على الترابيزة. ودي علبة المناديل اللي كنت وريتها لكم في المشتريات من فيديوهين كده، وحطيت بس الكوشن دي وخلاص. ما حطيتش اي حاجة تانية في الانتريه. حسيت انه كده يعني اروق بكتير، ما حبيتش الدوشة الحقيقة. هي لمسات بسيطة كده بتحسسنا برمضان. هنا الليفنج بقى، دخلت على الليفنج. الوحدة اللي تحت الشاشة دي عملت لها برضو رانر انا اللي عاملاه، وحطيت عليها مصحف والفانوس ده. ودي صينية برضو انا اللي عملتها، حطيت عليها الفواحة دي يا بنات برضو انا اللي عاملاها من ازازة برفيوم قديمة. فتحتها وحطيت فيها معطر كده، وحطيت عارفين انتوا الخلة بتاعت سنين لا سوري الشيش طاووق، هي دي قصيتها وحطيتها بالشكل ده بقت فواحة. ودي حاطه فيها تمر ومكسرات. هنا بقى الركنة
هنا دي الترابيزه الاول، حطيت عليها مفرش كده بسيط، ما حطيتش عليها اي حاجه عشان ولادي الحقيقه. هنا حطيت بس في الركنه الاتنين كوشن، دول كوشن مكتوب عليه رمضان كريم، والتاني رمضان نورنا ورمضان كريم. بس كده حسيت ان كده برضو اروق بكتير، مرضتش احط دوشه كتير. هي لمسات بسيطه كده بتحسسنا برمضان. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.